زال التمكين الشريف من التيك توك لا انت لا المشغلك ولا قوه خلق الله في الارض دي بشريه زي دي تقدر تقلعني من تمكيني في حته، لانه انا قاعد اقعد في الحته دي بحاجه واحده بس: كيف تفهم يا امام الجهل انا جالسون على قلوب الناس حبا لا قرارا مثل ما كل القرارات العقيمه والصهيله على العراء. كنا عايشين من قبل 2003، كلامك صح. اللي خلاكم ما تتعايشوا من بعد 2003 الحريه والتغيير. كسر التعايش حقكم اللي كان في دارفور منو بتشكيلي انا ما عارفه ده الكوز. انت الان واقف مع الكوز ليش؟ شنو؟ واقف مع الزول الفرتك التعايش السلمي حقك ليه؟ واقف مع الزول اللي هتك النسيج الاجتماعي حقك ليه؟ واقف مع الزول الحول قضيتك دي من هي صراع حول الزراعه وحول الرعي لصراع بتاع مكونات اجتماعيه ليه؟ انت اللي بتهاجم فوقي ده انا من قبل وبتقول الحريه والتغيير وده تمكين الكيزان الثاني، انا ده اللي حديت نسيجك الاجتماعي. انت الان قاعد مع العمل الكلام ده كله. انت الان بتطبق في مقوله شعبيه معروفه: دقوا ويعتذر له، اعتذروا لك وقاعد معاه. انا اللي عملت التطهير العرقي. ها؟ كنتوا عايشين صح من قبل 2003. الهد نسيجك الاجتماعي ده منو؟ نفس الزول اللي هد نسيجك الاجتماعي هو نفس الزول المستخدمك الان ادوات لهك النسيج الاجتماعي في دارفور. انت الان شغال تنفذ في اجندته، انا واقف ضده. انت واقف معاه. بتجيب الجرأة دي من وين يعني؟ بتجيب جرأة انك انت تتكلم عن انسان دارفور كيف؟ بس انت بتجيب الكلام ده كيف يعني؟ 2003 هتكت نسيجك الاجتماعي انا؟ هتكون ناس القوات المسلحه ديل ومعاهم الكيزان، والكيزان هم اللي جابوا الدعم السريع ده، والقوات المسلحه هي اللي جابت الدعم السريع، واقف معاهم ليه؟ تنزل لهم ليه وهم عملوا فيك الحاجات دي كلها؟ وقعت في المكان الغلط. انا بقع في اي محل ويتمدد فيه بالحجه والمنطق والاقناع، بما انك انت مشغل دماغك ده عامل فيها قاعد تفكر، شغال بقلبك، شغال بضميرك، شغال بعقلك. انا بقع معك في اي محل وما بقول ويا نادي الحقيني ولا بقلد لك صوت واحد من الحيوانات ديل. حتلقاني من بدايه المداخله لحد النهايه انا ما اقول الا صوتي براي. الصوت ما حق انا براي، صوت الحركه الجماهيريه، صوت النضال التراكمي لثوره ديسمبر المجيده، وصوت الان تقدم. ابدا ما قاعد اجي ونس في المنصات دي براي، ولا قاعد انتظر زول يقول لي انت فوق ولا انت تحت. عشان كده ما تقول لي جيت المحل الغلط يا اخوي. انا جيت محل والدمدرمان. انا لو جيتك في محلك بجي المحل الغلط. انا جاي المحل الصح وقاعد فوقه. انت اتحشرت لقيتنا بنتناقش. انت دخلت المحل ده باقي لك غلط امرق منه، باقي لك صح واصل. انا ما وراي حاجه والله. تلفوني في الشاحن، عندي واي فاي، لا قاعد انعس لا قاعد اجوع لا قاعد ادور الشاي، قاعد. ده تفحط فحط انت. ما بحب اذكر اسمك كثير، ما دايره. انا ذاتي ما شغال باسمي كثير، لكن في النهايه ما بعمل مقابله اسم مزيف ولا بعمل مقابله حساب مزيف. باجي داخل بصورتي دي وباسمي ده، ان ذكرتم ما ذكرتم فارق معي، لكن احقاقا للحق بقول للسودانيين بما اني انا بناقش قضاياكم العامه يجب انه انا اظهر بشخصيتي الحقيقيه، يجب انه انا اظهر بصورتي الحقيقيه. بعد ذاك بس ده حقي عليهم انه ده واحد من ابناء الشعب السوداني، اسمه فلان، شكله فلان، لذلك داير يناقش امر العامه. يوم اللي عمل اسم مستعار ما بناقش امر العامه ده، بل بالطوالي. يعني لو انا خليت الشريف ده عملت غدا ما حنعود، ما بسوي واحد يخليني اتكلم في امر العامه، ما في. المطالب تتكلم عن انه دارفور كان فيها مطالب وفيها توزيع، دايرين نعمل التوزيع العادل، ونحن زمان دي كانت مطالبنا توزيع العادل للثروه والسلطه. في زول داير التوزيع العادل للثروه والسلطه يقول للاخر انا داير بيدك. انت حددت انه الاخر ده دار تبيده. ثاني التوزيع العادل للسلطه والثروه شنو؟ لعب هو كلام كده حافظ وما قادر تركبه مع بعض. انا من قلت انا عندي مطالب معناها بتيح لي كل الناس الموجودين في عالم في الاقليم ده يعبروا عن مطالبهم. زي ما انت عندك مطالب تخلي الاخر يقول مطالبه. اللي بيديك الحق انت يكون عندك مطالب والاخر ما عنده مطالب شنو؟ اللي اداك الحق انت يوم من الايام تشيل سلاح
بدي غيرك في سبيل مطالبه يشيل سلاح. الكلام ده انا اقوله نحن لا للسلاح. انت طالما رفعت سلاح انت ما مؤهل لانك تقول للاخر ما تشيل سلاح. تجاه تحقيق مطالبه يعني. اللي بيديك انت الحق تجاه مطالبك تشيل سلاح، المفترض انت تحترف للاخر بانه في سبيل مطالبه يشيل سلاح. ونحن ناس القوه المدنيه ديل نقول لكم يا اخي السلاح ده غلط، لانه بيجيب موت، لانه بيجيب دمار، لانه بيجيب خراب، لانه بيجيب نزوح، لانه بيجيب لجوء، لانه بيجيب انتهاكات. انت ما الزول اللي بيقول للاخر ما تعبر عن مطالبك باي وسيله. انت قبل قلت انا الياتي مفتوحه، اللي يخلي الاخر ما عنده اليات مفتوحه شنو؟ انت منو عشان تبيدو يعني؟ انت يومك اللي قلت عندي اليات مفتوحه وشلت سلاح، نحن قلنا لهم بيدو؟ ما كان قاعد اقول لك دوله الزغاوه، ما قلنا لهم دي بيدون يعني. كان قاعد اقول عليك عميل وخاين وما سوداني. نحن موقفنا واحد، الدم السوداني ده غالي، ما حنقف مع اي زول يفكر في اباده اي مكون اجتماعي في الدوله السودانيه. وانت طالما بتتكلم على التوزيع العادل معناه مقتنع بانه في اخر يجب ان ياخذ توزيعه العادل. انت الاخر ده قلت له دار بيدك. ثاني الحديث عن التوزيع العادل شنو؟ انت الاخر ده قلت له دار بيدك، كيف تتكلم عن الثروه وعن السلطه؟ انت السلطه ما كنت ماسكها. الحماك لا منو كنت قاعد في السلطه، وكانت الثروه دي كلها انت مسؤول منها، بددتها بشنو؟ سالت رقبتك سؤال زي ده، الثوره مدتك ليها؟ الحريه والتغيير القحاطه دي السجمانين الرمدانيين ادوك ليها، بددتها بشنو؟ ليه فجاه بقيت ما حاكم اقليم دارفور؟ ليه فجاه بقت من تحتك ما في 5 ولايات؟ قاعد في حته واحده اسمها الفاشر ليه؟ سالت رقبتك سؤال؟ انت ما بتعمل مراجعات لتجربتك؟ ما بتعرف كسبت شنو خسرت شنو؟ ما بتقول الموقف ده خسرني والموقف ده اكسبني؟ انت لما كنت معاي انت لقيت 5 ولايات، الليله بقيت مع الجيش قاعد عند الفاشر. هسه افضل لك تكون معاي ولا مع الجيش؟ افضل لك تكون معاي ولا مع الكيزان؟ الكيزان زمان انت ما كنت عندك اي حاجه، كنت بالنسبه لهم شفت مجرد عميل خاين ارزقي متمرد ما سوداني داري يعمل دوله الزغاوه الكبرى. قلت الانسان اللي بيجي من دارفور ما كان عنده مقعد في الكليات المتقدمه. انت مالك ما بتجيب سيره الشرطه، مالك ما بتجيب سيره جهاز الامن والمخابرات. قلت لا قدام انا ما المسؤول من جهاز الامن والمخابرات. سالت رقبتك ليه اولاد دارفور ما موجودين في الكليه الحربيه؟ كده خلينا انا، انت ده موجود معي في السلطه مديك 5 ولايات، اللي اداك لا منو؟ انا الحريه والتغيير السجمانه ورمدانه دي اديتك في جانبي انا البليني 5 ولايات، انت حاكم اقليم دارفور. انا اللي اديتك وزاره الماليه، انا اللي قعدتك في المعادن، انا اللي قعدت اردول على غيره وقاعد في الشركه السودانيه للمعادن، ونتحمل الكلام ده تاريخيا للشعب السوداني لاننا جبنا ناس انتهازيين وارزقيين ونفعيين. الجيش اداك شنو؟ تعال نتحاسب. الكيزان ادوك شنو؟ انت اللي لقيته معي ما لقيته مع اي زول، تنعل فوقي انا. منو من دارفور موجود ضباط كبار في القوات المسلحه؟ منو منهم موجود في جهاز الامن والمخابرات؟ طول عمركم مجرد ادوات تستخدمون الاجهزه العسكريه لتنفيذ اجندتها. منو منك قاعد في الشرطه؟ انت اللي لقيته معي لقيته وين؟ القوات المسلحه ادتك شنو؟ اي زول كان لما القوات انت ذاته اسال رقبتك سؤال اعمق من كده، ليه انت ما موجود في المؤسسات دي؟ لانه كنت في نظر الدوله القاعده انت عباره عن حاضنه اجتماعيه للتمرد، فلذلك انت ممنوع من دخول الكليه الحربيه، ممنوع من دخول كليه الشرطه، ممنوع من دخول جهاز الامن والمخابرات. الان دار تطبق نفس الكلام ده في اولاد القبائل العربيه اللي انت شربت منه دار تسقي به الاخرين. الان الليله بيتم اعتقال ناس فقط باعتبارهم تابعين للقبائل العربيه في دارفور، بيتعاملوا معهم كحواضن اجتماعيه، والواحد ما عنده اي علاقه مع الدعم السريع لا من بعيد لا من قريب. شباب جايين من الذهب، كان من دلقو، كان جايين من قبقبه، بيجي في اي حته مناطق سيطره الجيش بيقبضوهم على اساس انهم حاضنه اجتماعيه للدعم السريع، زي ما كان ناس زيك زمان بيقبضوهم في روابط طلاب دارفور على اساس انهم حاضنه اجتماعيه للحركات المسلحه. انت قاعد تنفذ في اجنده منو؟ انت المشي عليك كله دار تسقي منه الاخرين. هسه الكيزان بيقوا مرتاحين والقوات المسلحه مرتاحه، انت شغال لا شغلتها، انت التكاتل لا في الاحزاب السياسيه، وانت التكاتل لا في الناس اللي بيقولوا دايرين حقنا. انت كيف ترضى لزول موجود معك في اقليم يقولوا ده ما سوداني؟ ليه ترضى الحاجه دي يعني؟ لو نحن رضيناه زمان وبقينا وقلنا دي القوات المسلحه السودانيه كنت تمشي وين؟ احنا لما قالوا لك انت ما سوداني قبلنا؟ لما قالوا لك يا اخي انت عباره عن دار تعمل دوله الزغاوه الكبرى قبلنا؟ الليله دار تسقي الناس من نفس الكاس، انت شغال شغل الكيزان،
انت شغال شغل الاجهزه الاستخباراتيه والعسكريه، ما في داعي تصل دارفور. انت شغال لها شغلتها زي ما كانوا الجنجويد في يوم من الايام شغالين لها شغلتها. اقعدوا كده شوفوا انتوا بتعملوا كده ليه شنو؟ اقعد جيب معاك موسى هلال ده واقعد وامشي ضرب للناس كوش، يبدا التليفون قول لهم نحن ليه بنعمل كده؟ نحن ليه استخدمونا نضرب بعضنا، والجهه اللي بتستخدمنا قاعده في المكيفات وفاضيه تتاجر في الطلح وتتاجر في الدقيق وتتاجر في السكر وتتاجر في الغاز وتتاجر في الذهب والوقود، وانت شغال لها شغلتها. انت تقول لي انا ما كوز، انت شغال شغلك كيزان في دارفور هسي الكوز هسي البراوني يمشي دارفور ليه شنو؟ ما انت شغال لهم شغلتهم. انت قاعد في ولايه جنوب دارفور هسي ما طويل لسانك كده، ولايه جنوب دارفور فيها الدعم السريع، مالك ما حررتها تتكلم على الفاشر عصيه. انت مش من ولايه جنوب دارفور، مالك مع الفاشر. الفاشر دي في ولايه شمال دارفور، مالك ما حررتها انت ده. مالك ما قاتلت زمان دار تقاتل في الفاشر. مالك ما قلت لا للحياد ومشيت تقاتل في جنوب دارفور. ولايتك هسي قاعد فيها الدعم السريع يتضرع فيها، ما انت براك يا اخوي. الدعم السريع ذاته محل مو قاعد فوقه. انت قايل لما تجي تقول لنا انتوا تابعينا التقلوا الحقيقه المره ده بنقولها ليك. البرهان مفحط وانت مفحط والدنيا والعالمين كلها جاريه، زول فيكم قاعد في محله ما في. بس انتوا قاعد تديروا دارفور دي من وين؟ حكومتكم هسي جبريل قاعد وين؟ ما مفحط؟ وزراكم قاعدين في الحكومه دي ما مفحطين، حاكم اقليم دارفور ما مفحط ما يقعد فيها. انت شابكنا معركه الكرامه بل مالك ما حررت جنوب دارفور. مالك ما جيت من برا وقعدت في ارض الواقع، اللي بيجريك شنو؟ امشي حررها، مالك مال فاشل انت. حرر ولايتك تقدر على انزل ارض الواقع.